اليوم جيت نهضر في هذا موضوع مهم في الحقيقه، ان كان عليا خصني نهضر فيه ونوضح بعض المسائل اللي خصها توضح. هو فيما يخص الخط التحريري ديال التحدي اللي كاين بزاف د الناس كتنتقدو. هذا شيء عادي جدا، ماشي شي حاجه اللي غريبه، ولكن غير اللي بغيت نقول وهو ان هشام جيراندو ماشي اول مره كيخرج يهضر، ولا راه ليا سنين وانا كنهضر. وفي الخط التحريري واحد الوقت جاو عندي شي صحابي قالوا لي ودي ماذا بيك تبعد على النظام الملكي. قالوها بطريقه زوينه، ناقشنا للاسف الشديد النقاش الذي ينقصنا جميعا في المغرب للاسف الشديد، وقنعوني بزاف ديال الحوايج. قلت لهم انا صافي كنوعدكم هذا الموضوع هذا ما نبقاش نجبدوه، حتى الا جبدتو غادي نجبدو بطريقه مزيانه وصافي. كاين ما يتقال في المغرب، ولكن مع مرور الوقت بدات الامور كتعقد. بان ليا بلي كاين واحد الناس هاد الاراء هادي ديالي ولات كتزعج وكتبرزطهم، وما بغاو يسكتوا هشام جيراندو باي شكل. وديك القضيه ديال تسكت باي شكل ما كايناش، غير موجوده انا عندي في القاموس ديالي. فتجي انت بطريقه بوليسيه تقول لي اسكت، شكون انت فوق هذه الارض هذه باش تقول لي اسكت؟ انا عندي رايي وعندي التوجهات ديالي وعندي الامور ديالي، كيفاش كنشوف الامور، عندي الرؤيه ديالي الخاصه. جي ناقشني. اما انك تبقى تهاجم فيا وتخرج ليا الصحافه ديال كل واحد جوج وتاتاكي فيا وتشهر بيا بالطريقه اللي بغيتي، هذا غير مقبول. وعندك يسحب كي كان كيتقبل عندكم في المغرب من طرف الناس، انا ما غاش نقبلو. باش نكون واضحين، انا ادافع عن نفسي، باش نكون واضحين من الاخر. انت ما تقبلش شي حوايج كتقال عليك، ولكن تقبل انك تقول اللي بغيتي على الاخر. هادشي راه غير معقول. وتدخلوا بعض الناس وتوسطوا بعض الناس وقلنا زعما راه صيفطنا لهم ناس عقلاء اللي يهضروا ويحلوا هذا المشكل هذا، وإلا كان شي حاجه في الخط التحريري نحاولوا نصلحوها. ولكن لا، تواجهوا اراء بوليسيه. واخر حاجه نقول لكم، انا نجيكم من الاخر، اخر حاجه تم اللقاء مع السي محمد عبد النبوي، ياك هو الرئيس ديال المجلس الاعلى للقضاء، يعني هو السلطه رقم واحد بعد الملك هو واحد وهو الثاني. مشاو عنده ناس عقلاء وجلسوا معاه وقالوا ودي شنو المشكل مع هذا السيد هذا وكذا وكذا وكذا. ما قدر ياخذ حتى قرار. قال لك واحد جوج ثلاثه كيهز التليفون كيهضر، كيخرج يهضر مع هذا، يخرج يهضر مع هذا. واش انت رئيس المجلس الاعلى للقضاء ولا مازال كيتحكموا فيك ناس قل منك؟ بغيت انا غير نفهم باش ما تقولوش هشام جيراندو كان سد البيبان. انا ما عمرو سديت البيبان على شي واحد. وإلا كان عندكم شي مشاكل قولوا لي ودي هادي وهادي 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 راه ما صالحش تهضر فيها، او لا هضر فيها بطريقه اخرى، او لا كذا. كنا نتالينيو معكم، ولكن كنتو دائما نتوما كتمشيو للاكستريم. فهاد المحاولات انا كما كنقول لكم راه ما غاتدي فين، والله العظيم ما غاتدي حتى لشي بلاصه. فإلا كنتو بغيتو تزيدوا بهذا الوطن كيخصكم تناقشوا وتهضروا وتسمعوا الاخر، ماشي تبقاو غير تصرفوا من راسكم وكيسحبكم كلشي بحال بحال. لان هشام جيراندو منو بزاف ما قادينش يهضروا، وجيراندو ما هو الا صوت ديال بزاف ديال الناس ساكته ومقصحه وما قدرش تهضر. والا ما خرجتش دابا غتخرج واحد النهار، لان الظلم ظلمات والامور كتزيد غير تعقد. وانا عارفه، وكيف ما قلت لكم قسما برب العباد الا متوقع معكم كل شيء. وهذا الضغط وهذا الهجوم ديال من جميع الجوانب راه ما كيغير فيا حتى حاجه. الحمد لله الشخصيه ديالي قويه جدا وما عنديش المشكل، ومعتبر راسي في حرب، والحرب القوانين ديالها كتكون مفتوحه. باش نكونوا واضحين، باش ما يجيش شي واحد يبقى يقول لك اودي راه اهم حاجه انا عندي شنو هي الوطن. اهم حاجه عندي هي الوحده الترابيه ديال بلادي. اهم حاجه عندي شي واحد يجي يهضر لي على بلادي ندخل فيه طول وعرض. هذه هي المهمه عندي. الباقي هذيك اراء كل واحد كيفاش كيفكر، نختلفوا ولكن يجمعون الوطن. هذه اللي خصكم تحطوا في راسكم. اما تصفيه الحسابات وهذه المسائل الاخرى هذيك
هذيك راه الطريقه ديالكم نتوما باش كتخدموا، انا ماشي الطريقه ديالي، لا اصفي حسابي مع احد باش نكونوا واضحين. هذه فقط كانت واحد نقدروا نقولوا توضيح الناس اللي كتبغي تفهم، اما اللي ما باغيش يفهم وباغي يبقى يخرج عينيه بقى كتخرج في عينيك. انا معاكم راني هنا، ودابا كيف ما قلت لكم تفرغت، ما بقاش عندي شي حاجه اخرى، ساليت من كل شيء، بقى عندي غير هذا الشيء تنشوف فين غادي يخرج. وتحياتي لكم جميعا ورمضان كريم للجميع. السلام عليكم.